لو بتفكر تشتري جهاز او اي حاجه بالقسط يبقى لازم تخلي بالك كويس قوي من اللي هقولك عليه دلوقتي، لان في ورقه واحده اسمها الفاتوره ممكن تحميك او توديك في داهيه لو مش كامله. قانون حمايه المستهلك قال اي شراء بالتقسيط لازم يكون ليه فاتوره واضحه ومش اي فاتوره والسلامه. اول حاجه لازم تبقى مكتوبه فيه السعر الاجمالي للبيع، يعني هتدفع كام في الاخر على بعضه مش بس بالقسط. بعد كده لازم تعرف سعر المنتج كاش عشان تبقى فاهم الفرق الحقيقي بين الكاش والتقسيط، والاهم بقى العائد السنوي ومجموع الفوائد اللي هتدفعها طول فتره التقسيط، لان في ناس بتتفاجئ ان اللي دفعته فوائد لوحده رقم مرعب. ولو في مقدم لازم يكون مكتوب بوضوح دفعت كام وليه. كمان لازم الفاتوره توضح الجهه المقدمه التقسيط، مده التقسيط قد ايه، عدد الاقساط، وقيمه كل قسط بالظبط من غير لعب ولا فواصل. واخر نقطة خطيرة وهي حقوقك والتزاماتك وحقوق البائع، ولو حد فيكم اخل بالاتفاق هيحصل ايه. القانون كمان ما وقفش هنا، ده الزم جهاز حماية المستهلك يعمل برنامج اسمه صديق المستهلك ويدي شهادة للموردين الملتزمين بالقانون عشان تبقى مطمن انك بتتعامل مع مكان مضمون. انت بقى قول لنا، جربت تشتري بالتقسيط قبل كده ولا لا؟ شاركنا برايك في الكومنتس.